تخيلوا الجمال والشياكة دي كلها من بيضة واحدة بس. والله زي ما بقولكوا كده هنعمل النهاردة بسكويت التايجر اللي مكسر الدنيا بأقل مقادير في مطبخك. هتبهريهم في العيد ومش هيصدقوا انك عاملاه في البيت. ويلا بينا اوريكم. بصوا بقى جمالها، جمالها والله دايب. دي حاشية مربى جمالها دايب. يلا بينا نشوف المقادير دلوقتي يا حبايبي. هجيب دلوقتي بيضايه. أنا ممكن كنت عاملاها في الخلاط بس انا بقول لكم بقلل التكاليف. ببيضه، وهنحط كيس فانيليا برتقان زي ما انتوا شايفين كده. كيس فانيليا برتقان. وهنحط نص كوبايه زيت، بس متحطوش زيت تومين، ما يكونش زيت في ريحه. نص كوبايه زيت ونص كوبايه سكر بودره. وهتقلبيهم بقى، هتفضلي تقلبي فيهم. مادام انت حاطه سكر بودره، من 5 دقايق 6 دقايق بالظبط. هتحطي بقى سكر مخرط، هتفضلي بقى تضربي فيه كده عشان ما يبقاش مخرز معاكي. بصوا بقى، شايفين قوامه لما افتحها كده وتقل معايا؟ بصوا شايفينه. هنحط من كوبايه ونص لكوبايتين دقيق. انا دلوقتي حطيت كوبايه ونص دقيق، عليهم رشه ملح ومعلقتين كبار من النشا. النشا هيخليها تقرمش معاكي وتبقى تحفة جدا زي ما انتوا شايفين اهو. معلقة ممسحة من البيكنج باودر. هنحط الخليط كله مع بعض. بس انا ما حطيتش الكوبايتين كلهم، زي انا ما حطيتش كل الكوبايتين كلهم، انا حطيت كوبايه ونص. انت بقى الدقيق بيشرب بسوائل كتيره حطي. بس انا صراحه الدقيق بتاعي ما شربش، هو احتاج كوبايه ونص بس. انا حطيت كوبايه ونص من الدقيق. هنحطه خليط زي ما انتوا شايفين كده. وبعد كده هلم بصوابع ايدي، بطراطيف صوابعي كده. انا مش بعجن زي ما انتوا شايفين. انا مش بعجن، انا بلم بس. ماشي. ولو الفيديو يا حبايبي عجبكم، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة وتصلوا على النبي في الكومنتات. ويلا بينا نكمل بقية الوصفة بتاعتنا دلوقتي بقى يا حبايبي. بصي انا بلم، بصي انا مش بعجن، انا بلم بس. انا بس بصوا اهو بلم كده بس. انا حطيتها في البولة التانية علشان تبقى اوسع. هبصي هتكوريها معاكي، مش هتلاقيها شققت. هتشقق معاكي، هتزودي لها حبة زيت او حبة لبن. فرولت مع هتعملي كده. بس انا قسمت العجينه كده نص نص بالشوكولاته عشان دي بقى تبقى تايجر. بصوا انا رفعتها، المفروض انا بريحها علشان ما تقطعش مني. هتلاحظوا هنا انها بتقطع مني عشان انا كنت بصراحه مستعجله. فانتوا هتسيبوها في التلاجة بتاع 10 دقايق وتشكلوها زي ما انتوا عايزين. احنا مش حاطين زبده يا جماعه، احنا عاملينها بالزيت. بصوا زي ما انتوا شايفين، بصوا بتقطع معايا طبيعي. بصوا هتقطع معاكي، انت هتتحكمي فيها. انا بعملها زي الضفيره كده زي ما انتم شايفين كده. بفردها، بعملها زي الضفيره وبلمها وبكورها علشان يعني عشان تبقى شكلها، بص شكلها تحفه ازاي. وعندي بقى اي قطاعات هتحطيها، اي قطاعه عندك. انا كان عندي القلب ده، انا عندي القلب اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي معايا، قلب صغنن كده. هو ده اللي هشكل بيه. انا بس بعمل لكم تيست بسيط كده عشان الفيديو بس ما يطولش مني. عملت منها اشكال كتيره جدا اهي. هي برضو هتنفش منك حاجه بسيطه عشان انت حاطه بيكنج باودر. لو القلب كبير يبقى احسن يعني. بس انا ده اللي كان عندي بصراحه، ده اللي بصراحه اللي كان عندي. انا بوريكم كده الخطوات. بوريكم الخطوات خطوه خطوه عشان ما اطولش عليكم. اهي دي بص كبرتها برضو، شفتوا الشكل. اللون اللون البني مع الابيض عمل تدميجه جميله جدا جدا جدا. بصوا يا حبايبي، كل سنه وانتم طيبين. احنا بنعمل وصفات اقتصاديه. يعني ما عندكيش زبده، الزبده غاليه. عندكيش سمنه، تعمليها بزيت. يعني كل المكونات متوفره عندك اهو. بصوا شايفين انا بقى. بصوا هي رمت معايا كتير جدا، يعني رمت جامد جدا جدا معايا. فانا برضو حبيت برضو اوريكم الاشكال عامله ازاي. ماشي يا حبايبي. دي بقى اللي هي اللهم صل على النبي. دي الفانيليا اللي هي بالبرتقال. دي انا سبتها علشان هعمل شكلين جنب بعض. هعمل شكلين كمان جنب بعض عشان برضه اوريكم الاشكال اللي انا عاملاها. وفي شكل تاني انا هعمله برضو معاكم، ان انا هجيب شوكولاته اللي هي الكاكاو والبيضه، احطهم كده جنب بعض. وهعمل تمويجه كده بالشوكه، شكلها تحفه قوي، هتبقى احسن بصراحه من الاشكال دي. بس انا معاكم كده هنعمل الاشكال كلها مع بعض اهو زي ما انتم شايفين. بصوا اهو كده هدمجهم كده زي بعض كده. وهجيبها بالشوكه كده زي ما انا ما قلت لكم. والله العجينه جميله ما شاء الله عليا. ما شاء الله ما شاء الله، تسلم ايدي يا ناس، تسلم ايدي. دلوقتي بص اهي. اهو بصوا بقى،
بصوا شكلها بقى تحفة ازاي. اعملي بقى اي شكل انت عايزاه، انا بس بديكوا اشكال سهلة. بدل ما تعملي بقى البسكوت اللي هو بالقمع الطويل، ممكن على فكرة اللي بالطريق بالمقدار ده تعملي البسكوت اللي هو بالقمع. بس انا حبيت اغير بصراحة عشان افرح العيال، بس يعني انا حبيت افرح العيال وعشان تبقى شكلها حلو. انت بقى هتعملي، انا كنت مشغله الفرن، هتعملي درجه الحراره على 180، مش هتاخد وقت خالص خالص خالص. بصوا بقى، في حاجه، انا الفرن بتاعي كان حامي جدا، فهتلاقي الرسومات، في رسومات